السلام عليكم. بتول محجوبي، جئت من مدينة وجدة لأشارك في ليلة الشعر والموسيقى بمدينة تطوان. هذه المدينة أزورها لأول مرة، أشارك في دار الشعر لأول مرة. أشكرهم على كرم الضيافة وأشكرهم على الدعوة في هذا الفضاء الجميل، فضاء دار الصنائع بمدينة تطوان. الفضاء كله قصائد شعرية في الخشب وفي الزليج وفي الأرضية في النقوش، في كل شيء، كله فسيفساء وكله إبداع وفن. سعدت بهذه المشاركة، ولن تكون هي الأولى طبعا، ولن تكون الأخيرة بإذن الله، لأنه مدينة تطوان جمالها جمال المدينة وجمال الناس وجمال الثقافة، جمال الإبداع، الثقافة الممتدة والشعر الممتد عبر ربوع الوطن. شكرا. كيف كان الإحساس ديالك وأنت كتشارك مع مجموعة ديال الشعراء، منهم سي هشام الريسوني والصديق اللي أتانا من مدينة طنجة؟ سعدت جدا أنني شاركت معهما، مع سي عبد الله الصديق ومع سي أحمد هاشم الريسوني لأول مرة أتعرف إليهما، لم ألتقيهما من قبل، فكانت هذه فرصة جميلة للقائهما والتعرف إليهما والاستماع إليهما عن كثب. كذلك كانت فرصة جميلة للاستماع إلى هذه الوصلات الموسيقية التي أدتها الفنانة لارا الوهابي. صوت شاب فنان، صوت أطربنا، يعني كان هذا التزاوج بين الشعر والموسيقى كان جميلا ممتعا مطربا. دائما دار الشعر دائما تزاوج بين مختلف الفنون وبين الشعر، وهذا ما يجعلها مميزة وتعتبر من المؤسسات الرائدة في المغرب في مجال الثقافة والإبداع.